عايزين نعرف عدد اعمار اهل الجنه. ده سؤال صعب ولا سهل؟ طيب السؤال المفروض ان هو سهل. اجاوب. 33 سنه. برافو عليك. برافو عليك بجد، فعلا عدد اعمار اهل الجنه 33 سنه. تمام صعب الاسئله شويه. ماشي يلا. السؤال الثاني، سوره في القران الكريم ذكر فيها اسم الله في كل اياتها. اسم الله سورة البقرة. حج. فهمت السؤال؟ سورة ذكر فيها اسم الله. سوره قرانيه ذكر اسم الله في كل اياتها. سورة المجادلة. ايه؟ سورة المجادلة. برافو عليك. بجد؟ سوره المجادله. ايوه السوره القرانيه اللي ذكر فيها اسم الله في كل اياتها هي سوره المجادله. صح. ما احنا 100 100 اهو. ماشي ان شاء الله عليك. ربنا يخليك. هنصعب لك السؤال شويه. ماشي ان شاء الله هكون عارفة. السؤال الثالث والسؤال الاصعب اللي هو اللي هو عايزين نعرف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اذن في حياته كم مره؟ مرتين. عارفة ليا جايزة. عارفة مرتين واثقة. بجد؟ مرة واحدة. مرة واحدة سيدنا محمد أذن مرة واحدة. تيجي السؤال ده السؤال الاصعب في الحلقه. استنى، هو أصلا اللي أذن عبد الله. فهمت السؤال؟ اه عايزين نعرف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اذن في حياته كم مره؟ 4. 4. هو سؤال صعب وفي نفس الوقت سهل. بس هو سؤال جديد مفيش حد سأله قبل كده. دي حقيقة، أنا متابعة كل فيديوهاتك أصلا. طب إيه؟ ما هي 4 يا 2. ما مش عايزة أفتي. هو ده ما فيهوش افتاء، بس هي معلومه. مش عارف. طيب هو عموما ده سؤال الجمهور، عايزين نعرف سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اذن في حياته كم مره؟ هديك اختيارات طيب ماشي. عشان ده سؤال الجمهور. ماشي تمام. سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام اذن في حياته مره واحده ولا 3 مرات ولا لم يؤذن في حياته؟ لم يؤذن. لم يؤذن؟ متاكده؟ متاكده؟ أيوه. لو جاوبت صح اكتبوا لنا الاجابه في الكومنتات. ما اذنش في حياته خالص؟ لا. متاكده؟ متأكدة. طيب متأكدة وليا جايزة. ليكي جايزه. طيب موافق ان احنا ننزل فيديو؟ طبعا جدا. موافق؟ موافقة. فكره ان احنا بننزل الشارع ونسال اسئله دينيه، تمام؟ سواء في ناس بتجاوب او ناس ما بتجاوبش، شايفه الفكره دي كويسه ولا ايه رايك؟ هي كويسه جدا ومش محرجه، لان الفيديوهات كلها بتقول ان هي محرجه. لا، انت بتستفيد من معلومه، ولو في حاجه مش عارفها بتقولها، ما بتتكسفش خالص. وبجد برنامج تحفه بجد والله. انا واحده ما كنتش عارفه اسئله خالص وتعلمتها من متابعتي ليها، وبقى عندي معلومات كافيه او شويه ولسه بتعلم اصلا. فبجد برنامج تحفه ما شاء الله عليه بجد. شكرا ليكي. وعايز اقول لك شكرا ليكي بجد ان انت جاوبت على اول سؤالين. ربنا يخليك. السؤال الثالث جاوبتي بس مش هقول لك اجابتك صح ولا غلط قدام الكاميرا، هقول لك بره. انتوا اللي هتقولوا ان شاء الله يا صح ان شاء الله.